انا هنا عشان اللي احنا بنحسه ده، انا بسوق موتوسيكلات. في الفلوج اللي فات شفنا جمال الهند بالموتوسيكل اباتشي، بس خلينا النهارده نجرب موتوسيكل جديد ونشوف الهند عامله ايه، وكمان نروح ايفنت موتو سول عشان نوريكم اجدد صناعات الهند وحاجات اول مره هتعرفوها عن تي في اس. صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنروح لموتو سول في اليوم التاني، فخلينا نشوف النهارده يومنا يمشي ازاي في يوم تاني من ايفنت مليان اكتيفيتيز في الهند جوه. ركبنا الرونن وهو موتوسيكل سكرامبلر عامل زي الدوكاتي، والموتوسيكلات سكرامبلر دي هي اصلا ممتعه في المشي وسط الحاجات دي اللي هي مشي الاستجمام الرايق ده الجميل، بتخليك تحس انك قاعد في بوزيشن مرتاح جدا جدا. الكرسي بتاعها اريح بكتير قوي من الستريت بايك والريسنج، علشان هي قعدتها عايز فيها راحه، مش عايز فيها سبورت بوزيشن كده، لا. فرق كبير قوي. قبل شويه ما كنتش اتوقع ابدا ان في فرق ما بين ال 310 وال 310، لان دايما الشركات بتحط نفس الموتور بتدي نفس الاكسبيرينس، ولكن يا جماعه الموتوسيكل ده مختلف بشكل كامل عن التاني. استجابه الموتور مختلفه، القعده اريح 100 مره، الكرسي ملبن، وطبعا البوزيشن بتاعك قاعد في نص البايك بشكل مخفف خالص. اي حاجه بتيجي عليك، بص المطب ده مثلا ولا اي حاجه. طبعا الموتوسيكل جاي بشكل زي ما قلت لكم كومفورت اكتر، والاستجابه مختلفه، والصوت انعم. موتوسيكل انعم رهيب بصراحه. بس متهيالي فكره العدارات اللي هي بتبقى متطرفه شمال شويه دي من زمان مزولاكوا شويه، محسساكوا ان في حاجه مش سيمتريه في الفيديو للناس اللي هي بتحب السيمتريه، صح ولا ايه؟ واضح ان احنا داخلين على مزار سياحه يا جماعه، علشان عربيات كتير سياحيه طالعه وكابلز كتير طالعين، واضح ان ده مكان سياحي داخلين له. عايز اقول لكم اخيرا طلعنا على طريق سريع، بس هو مش سريع، هو السريع هنا 50، يعني احنا دلوقتي ماشيين بنجري والدنيا جميله. الراجل اللي جنبي ده شقاوه كل شويه ومسابقني، انا وعلى الشقاوه هنتشقى. جرى يا جدعان، جرى ايه؟ بس بصراحه الموتوسيكل التي ار دي اللي احنا كنا جاريين من شويه حامي عن ده، يعني ده تزود له تحس ان هو بيطلع بعد ما يفكر. التاني ده انا ساعات لما بتهزم من المطب بحس ان هو هيهرب مني. ففعلا في فرق كبير جدا ما بين الرونن وار تي ار الستريت بايك ده. بعدين الطرق هنا معموله بشكل مش اسفلت زي مربعات كده او حاجه زي كده، ولكن يعني مختلفه بشكل كبير. متهيأليش ان هو سهل القياده هنا في الطرق الواسعه. اخيرا بعد سواقه ساعه وصلنا يا جماعه. عايز اقول لكم ساعه وسط الطريق ده بصراحه مرعبه، صعبه. الواحد بيرهق جامد، خصوصا بقى دخلنا على الظهر، درجه الحراره عليت واحنا لابسين جواكت، فالدنيا حر جدا جدا بشكل خيالي، بس ماشي كله يهون. وصلنا موتو سول. ياه، ادخل يا عليا في زريبه هلي القش ده عشان الحر. تيك جو في ايفنت موتو سول. تعالوا ناخدك لفه على اهم البوثات اللي موجوده هنا، والبوثات دي غالبا بتخدم اي رايدر البراند تي في اس اللي هو الاكبر في الهند، خصوصا في الاكسسوارات، حاجات كتير جدا انت ما كنتش تعرف ان هي بتتصنع اصلا في الهند. احنا هنا في تي في اس برفورمانس جير، واللي ما يعرفش ان اصلا واحده من اهم الشركات الكبيره اللي هي البين ستار بتصنع دلوقتي في الهند الوير بتاعها، وعامله شراكه طبعا مع تي في اس زي الجواكت دي، وكمان عندهم هيلمت. طيب الهيلمت دي كلها معتمده دوت الامريكيه او السلامه الامريكيه، جميل. وطبعا عندهم هنا جاكيتس، وعندهم هنا بنطلونات، وكمان عندهم اكسسوري بقى زي ايه مثلا، زي عاملين مع جي في توب بوكس، فعاملين حاجات زي تانك باج، عاملين حاجات زي الجلافزات دي، والبروتكشن لموتوسيكلاتهم زي الرونن، بروتكشن للاضاءه بتاعتهم، وكمان حاجات للشنط. حلو.
كل الحاجات دي بقى اسعارها حلوه جدا هنا. يعني مثال الهلمتس دي بتبتدي من حوالي 3000 بعد الخصم 2400، يعني بنتكلم حوالي 1500 جنيه $30. والجواكت دي اراوند الرقم ده كمان بتستارت لحد 8000. تي في اس بصراحه بتحاول تكون شامله لكل حاجه، من اول ما تبتدي تشتري موتوسيكل لحد تبتدي تدخل على السيفتي جير بتاعهم. الايام اللي فاتت الاسكوترات الترند كانت كهرباء، فتعال نشوف تي في اس عامله ايه في مجال الاسكوترات الكهرباء وايه المميز فيها. مهتم بقى بالاسكوترات الكهرباء، هتلاقي عندهم هنا في التي في اس الاي كيوب، وده سكوتر كهرباء ولكن فيه حبه حاجات عمليه وذكيه شويه عن سكوتر كهرباء سمعتها قبل كده. اول حاجه الرينج بتاعه هو بيجي برينجين، واحد 75 كيلو متر في الشحنه، واحد 100 كيلو في الشحنه. وفي اسكوترات كتير ممكن تكون كده، بس الحاجه العمليه هنا ان في بطاريه الليثيوم بتتشحن في ال3 ساعات بس. مسافه ما تروح الشغل بتاعك، مسافه ما تريح في البيت شويه، هتلاقي على الاقل البطاريه اتشحنت 50%. النقطه الحلوه ان هو في شاشه هنا شامله كل حاجه، تحكم فيها بالزرار اللي موجود هنا. فممكن تقدر تشوف مثلا الماي فيكل علشان تجيب ضغط الاطارات بتاعك، او تقدر تعرف اي معلومات عن السكوتر لو انت عايز، يعني ضغط الاطارات الاماميه والخلفيه زي ما انتم شايفين هنا. وفي ديتيلز كبير قوي، وخصوصا انك ممكن توصل موبايلك على البلوتوث من هنا. كل الكلام ده ظريف، والاجمد ان الشاشه دي شاشه تاتش، يعني هي تاتش وفي نفس الوقت بالماوس. النقطه دي حلوه قوي. ممكن تدخل ماي فيكل تي في اس او البلوتوث، توصل البلوتوث او السيتنج بالديسبلاي والساوند وكل الكلام ده. وده هنا هنلاقي الموتور بتاعه جاي ب2 مساعد خلفي. في حاجه اسمها كيو بارك اسيست بيساعدك يعني شويه ايه في الركنه والكلام ده كله. طبعا هنا عندنا مخرج يو اس بي، عندنا هنا المفتاح بتاعه، وفي قدام هنا الدي لايت، وهنا في النور الاساسي بتاعه. فالسكوتر بصراحه عامل لك باكج حلوه قوي من الشحن السريع علشان تقدر تستخدمه مثلا مرتين في اليوم لفترات طويله. يعني الصبح مثلا كان مشوارك كبير، بالليل ممكن تشحنه وتقدر تستخدمه، ما بيقعدش 8 ساعات شحن، لا بالسريع كده وبيتشحن. لو انت قاعد على كافيه او قاعد على حاجه ساعه ونص ولا حاجه، اديك شحنت 50% تروح بيهم. ففكرته عمليه شويه يا جماعه. الناس كتير، عايز اقول لكم الايفنت مليان عايز اقول لكم الايفنت مليان ناس ومليان بوثات كتير جدا، ما تخلصش، ما تعرفش تغطي انهي. فخلينا ناخدكم لفه على اهم البوثات اللي موجوده. بس قبل ما نوري لكم اي حاجه، لايك وسبسكرايب عشان نقدر في الحر اللي احنا فيه ده نتابع لك كل التصوير والحاجات اللي بتشوفها كانك بتلف حوالين العالم. نوريكم حاجه جامده جدا. ان تي بي اس عندها فئه اسمها الرونن اللي سبق وجربناها النهارده، وهنحط لكم الفيديو في الاخر. الرونن ده اشكال كتير جدا، وهو اصلا سكرامبلر. بصوا مثلا هنا معدلينه وحاطين له ازاي كاوتشات مختلفه، الفايبر هنا مختلف، اللون كله عاملين له كاستمايز، حتى الكرسي، حتى الرفرف الخلفي. ده الشكل من اشكال تعديل الرونين. بصوا بقى هنا، بصوا هنا عاملينه زي الكافي ريسر شويه، واسمها دلوقتي تريل كافي ريسر. الرفرف بيبقى مرفوع كده ومفيش اي ديل هنا. بس ما فيش كده. تعالوا بقى، تعالوا، ده اقرب شكل للستوك الرونن. الستوك الشكل الجديد يبقى كده جاي بقى جاهز للطريق انك تمشي فيه في اي طريق، جاهز جدا. هنا بقى الرونن بشكل مختلف، لونه احمر بحبه تعديلات او حبه الوان. كلهم بيجوا مساعدين مقلوبه، كلهم بيجوا بفرامل ديسك، نفس الموتور بتاعهم، نفس الاكزوست باختلاف الالوان. والرونن دي فئه من اقوى الفئات اللي بتبيع في العالم، والموتوسيكلات المخصصه ان انت تستمتع بيها وانت ماشي. ايه رايكم في الرونن والفكره بتاعته؟ اسعار الاكل هنا يا جماعه نسبيا ممكن تقولوا ان هي غاليه. طيب طبق بطاطس ب 250 روبيه، اراوند $3.5. كمان سعر الكنزات هنا اراوند 100 1.20 سنت. في نقطه بقى عايز اخليكم تاخدوا شويه فكره عنها، لان انا مش عارف ازاي اوصل للمشاهد فكره ان الشركات ليه او ازاي بتعمل فاليو للبراند بتاعها. بره قبل شويه احنا بنصور لكم، الجو كان حر قوي، فعشان الناس بتوع الميديا ما يزهقوش ويتعبوا عاملين لهم اللونش ده بتاع الميديا. حلو. الناس هنا بيعملوا ايه؟ تعالوا اوريكم. اولا هنا مكيف، الصاله دي كلها مكيفه عشان درجه الحراره 35، فانت اكيد هتتعب لما تصور لساعات. تاني حاجه ان كل واحد يقدر هنا يشرب اي حاجه هو عايزها،
وكمان هنا في الناس قاعدين تعمل مونتاج عشان تنزل لايف ان تايم. يعني انت دلوقتي ممكن تكون في اي حته في العالم وقاعد تتابع الايفنت لايف في اي مكان وفي اي اكتيفيتي. موتو سول ادخل عليه موتو سول 2024. فدي الفكره في بارت صغير جدا من التيمز. في لو انت لابس الميديا دي البريسلت دي تقدر تدخل هنا. في اكتر من بريسلت زي الناس اللي هم الاي تي بقى بتوع النت، وفي طبعا هنا في واي فاي وفي كل حاجه متغطيه. لو ما تعرفش تاريخ براند تي في اس الهندي، خليني اخدك لفه شويه في الشو روم بتاعهم اللي بيوضح التاريخ بتاعهم. بس اهم حاجه تشوف على مصر اللي احنا النهارده مشاركين في تي في اس موتو سول الهند. جايين لكم مسافه كبيره قوي عشان اقول لكم حبه تفاصيل عن براند موجود عندنا في مصر. ساعات ناس كتير جدا ما تبقاش عارفه عنه تفاصيل كتير. 40 سنه تقريبا تي في اس عملت الموتوسيكل ده، وده البيزك بتاعهم بموتور 1 سلندر صغير. واللي ما يعرفش كانوا بيعملوا بيه سباقات اياميها، لدرجه ان التايب البسيط اللي عندكم العجلتين البساط دول وصلت لسرعه 105 كيلومتر في الساعه. وهنا ابتدى عندهم فكره ان احنا عايزين ندخل سباقات. طبعا الكلام ده اتطور لموتوسيكل اقتصادي، بس في نفس الوقت السلندر بتاعه كبير اسمه AX100. طبعا طوروا بقى الفكره هنا ان هم يحطوا فايبر عشان الايروديناميك بتاعه يبقى قوي، فبالتالي عملوا الموتوسيكل اللي قدامكم ده علشان يبقى في السباقات اقوى. وطبعا السباقات بتاعتهم بقى هنا في الهند مجنونه شويه، بتدخل بكذا شكل، منها حتى السكوتر. والسكوتر مش بس بيبقى على اسفلت، لا ممكن يبقى على تراب، فبيحطوا ليه الكاوتشات الاوف رود دي. وطبعا هم في الديرت رايد بيدخلوا بالموتوسيكلات بتاعتهم التريلا اللي انتوا قدامكم ده. فعندهم بقى موديلات كتير زي TR 450 R. بقى عندهم هنا كذا موتوسيكل وكذا شكل من الموتوسيكلات الريس، كلها معموله عشان يدخلوا السباقات بتاعتهم او الراليات بتاعتهم. وطبعا الهند بما ان هي تعدادها مليار وشويه، فهتلاقي عندهم سباقات عامله زي الموتو جي بي اللي تتعمل في اسبانيا. فطبعا ما شاء الله الموضوع عندهم كبير هنا. بالنسبه بقى اللاين الموتوسيكلات الموجوده هنا، طبعا في موتوسيكلات كتير جدا من موتوسيكلات اللاين التصنيعي بتاعهم موجوده في مصر، بس الفكره كلها ان تي في اس بتركز على المواتير الصغيره من اول 150 سي سي لحد 310، كلهم سنجل سلندر 1 سلندر. فهتلاقي عندنا الاباتشي 200 موجود هناك، الار تي ار موجود هناك. موتوسيكلات اغلب احنا عندنا في مصر حوالي اكتر من 5 موديلات غير السكوتر اللي لسه نازل. عندهم كمان هنا في ريس، عندهم هنا زي الستريت بايك التخين ده، وعندهم حاجات كتير جدا هي موجوده، جزء منها هنا وجزء منها عندنا في مصر. والفكره كمان تي في اس بتحاول تقدم هنا بيست كواليتي، ان اول ما نزلت وهي بتحاول تقدم كواليتي. وهي دلوقتي يعتبر بتصنع 5 مليون وحده في السنه، وهي رقم 1 في البريميوم موتور سايكل في الهند. دلوقتي موتو سول في اكتر من مكان. هنا المكان اللي ممكن تشتري منه اي حاجه عشان انت بتقعد في الايفنت اكتر من 5 ساعات. وهناك في البوثس لكل البرودكت بتاعتهم، ده غير الستيج اللي بيبقى عليه اي اكتيفيتي، زي مثلا اللانش بتاع منتجاتهم الجديده، الشو بتاع الموتوسيكلات المتعدله، كل الافكار دي. يعني مثلا ممكن نقول ربع الايفنت اصلا، يعني مش كله. طبعا في راجل من ماليزيا معدل الرونن عشان يبقى زي اللي انتوا شايفينه ده. فنقطه مهمه في السكرامبلر ان هو سهل تعديله، حتى واحد يقول لك ان هو تعديله زي ما بيكون بعمل اي حاجه في البيت عادي، يعني عشان يعملوا زي الكافي ريسر اللي قدامهم ده. عارف ان في ناس كتير جدا مش عارفه المصطلحات اللي انا بقولها، بس انا بقوله ده عامل زي ان انا بوصف اجواد لعشاق الموتوسيكلات. يعني لو انت بتحب الموتوسيكلات هتدور على الكلام اللي انا بقوله وهتكون عارفه اصلا. لحد هنا بقى كانت تغطيتنا خلصت لموتو سول، لان الواحد استوى وخدنا لكم سناب شوت شويه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان نتابع لكم بقى بالحاجات الجديده والاحداث العالميه. واحلى حاجه هنا علم مصر اللي ورا. سلام.